السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد وفل ياسمين، صباحكم زي العسل. تعالوا بقى كده النهارده ايه، العيال اولاد زهقوا من السندوتشات والجبنه، فتعالوا بقى نعمل لهم كده قرص حلوه محشيه بالعجوه بطريقه حلوه، وان شاء الله تعرفوا كلكم تعملوها. طريقه سهله خالص وكل المقادير في البيت، لا هنحط زبده ولا هنحط لبن ولا هنعمل حاجه، يعني حاجه كويسه كده وصحيه برده ومش مكلفه. تمام كده. انا معايا هنا كيلو، نص كيلو دقيق. اعملي كيلو دقيق، اعملي نص كيلو، اعملي ربع كيلو دقيق، الكميه اللي انت عايز تعملها. انا هعمل نص كيلو دقيق بس، ماشي. فتعالى كده نشوف المقادير بتاعتنا. معايا معلقه لبن بودره كبيره، لبن بودره كبير، معلقه كبيره. موجوده عندك حطيها، مش موجوده مفيش مشكله، عجينه بميه بس، يعني ما تحطيش لبن بودره ولا لبن حليب. لو موجود عندك لبن حليب حطي معلقه، مفيش خلاص. ونص معلقه بيكنج باودر، ومعلقه سمسم، وربع معلقه ملح، ومعلقتين كبار سكر. حطي المعلقتين الكبار سكر عشان يخلي اللقمه معاكي تبقى مسكره كده وطعمها حلو. ومعلقه كبيره بمعلقه الاكل خميره. يبقى كده دي المكونات بتاعتنا كلها: لبن بودره، بيكنج باودر، سمسم، سكر، خميره، ملح. دي كل المقادير بتاعتنا. ننزل عليها على الدقيق كده على طول، ماشي. نقلب بقى كده. وراح حاطه ربع كوبايه واحده زيت، وحطيت معلقه واحده مليانه كده سمنه، اللي هي تديها طعم حلو يعني. لو موجود عندك السمنه، مش موجوده عندك استغنى عنها وحط ربع كوبايه الزيت بس. تمام كده. هنزل كمان بمعلقه واحده خل. معلقه الخل حلوه قوي، بتفتح معاكي العجين وبتخليه كده اما يبات معاكي ما يفرولش ولا يبتول ولا اي حاجه، يعني لما يقعد معاكي يومين ما يجرالوش اي حاجه، ماشي. دي كل المقادير بتاعتنا، بصوا سهله وبسيطه ازاي. وهنعمل احلى قرص تكفي الاولاد يومين. طبعا هقول لك تشيلها ازاي، تحتفظي بيها ازاي، عشان الاولاد لما ياخدوها المدرسه تبقى كويسه معاهم، ما تبقاش مفروله ولا اي حاجه. نعجن بقى، بصوا، ولا بس ولا اي حاجه، سهله خالص وما بتاخدش اي وقت. ننزل بقى بميه دافيه. معايا كوبايتين ميه، شوفوا الكوبايتين هياخد نص كيلو دي هياخد قد ايه ميه. من عايره كده بالكوبايه حاطه كوبايتين. اهم حاجه تبقى الميه دافيه. نعجنها بقى عجنه حلوه، نرجع مع بعض تاني. اهم حاجه تعجن عجنه حلوه، هعجنها حلوه وارجع لكم تاني. بصوا العجينه بتاعتي، بصوا بقت زي الملبن ازاي، بصوا حلوه قوي. احط بقى نقطه زيت كده في البوله، نقطه صغيره كده. عند العجينه بقت ناعمه كده وحلوه، اهم حاجه عجيني فيها لغايه ما تبقى ناعمه معاكي وتبقى حلوه. بصوا خد نص كيلو دقيق، خد كوبايه ونص ميه، ماشي. هغطي بقى عليها. تمام كده. طبعا نحضر مع بعض العجوه على ما الخميره ايه، على ما العجين بتاعنا يرتاح كده 10 دقايق ولا ربع ساعه. بصوا انا كده جايبه معايا ربع عجوه، وحطيت عليهم معلقه واحده سمنه. هتقولي حاطه سمنه ليه؟ اقول لك ما بتلزقش، وكمان بتدي طراوه كده للعجوه اما تستوح، ما تبقاش العجوه معاكي طريه، ما تبقاش ناشفه. بعد السوا العجوه ما بتبقاش ناشفه، وبتديها طعم حلو طبعا برضه عشان سمنه بلدي. ما عندكش سمنه بلدي حطي سمنه صناعي عادي، بس ما ينفعش على الزيت، ما ينفعش على العجوه زيت، لازم سمنه صناعي، سمنه بلدي. اهم حاجه تبقى معلقه سمنه. طبعا الكميه بقى حسب يعني لو انت عامله كيلو دقيق حطي، هتجيبي نص عجوه. انا معايا ربع عجوه عشان عامله نص كيلو بس دقيق. قلبها كده حلو في السمنه وتبقى كده جاهزه معايا. مهما تقلبي بالمعلقه لازم برضو تقلبيها بايدك كده عشان تتاكدي ان السمنه كلها دخلت جوه العجوه. اهي كده بقى ايه، مكورها كده عشان تبقى جاهزه معانا على طول. اهي قد كده. طب بقى ايه، بصي قد الليمونه الصغيره كده، اهي قد الليمونه الصغيره. بصوا خلصهم بقى ونرجع تاني. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجينه بتاعتنا مخمرتش خالص، هي بدأ الخميره تشتغل فيها اهي،
جهزنا العجوه بتاعتنا تمام كده. معايا الصينيه دهنها دهنه زيت، اهم حاجه دهنها دهنه زيت لان احنا مش حاطين ماده دهنيه كتير، فحطي نطره زيت صغيره كده بالفرشه ودهني تمام كده. طبعا نسمي بسم الله. العجينه بتاعتنا زي العسل. كلها كده قدامنا نغطيها برضو بالكيس. متاخدش اي وقت. بصوا مش عايزين نكبرها قوي اهي. متاخدش اي وقت كده وانت تقطعيها. عايزاها كبيره بانت الحجم بقى اللي انت عايزاها كبيره ماشي، عايزاها صغيره ماشي. بقى اقطعها كده ايه حبه كده نعملها كده اهي، وبقى قلبينها كده. ودي حته العجوه اهي نحطها هنا ونقفل بقى عليها. اهم حاجه نقفل عليها حلو اهي، ونديها بطه اهي مقفوله من هنا ومن هنا بالمقص بقى كده. نجيب غطاء ازازه بس بقى نحط غطاء الازازه كده واحنا نعلم بيه اهو مكان غطاء الازازه. بعد كده ايه نعملها على شكل ورد اهي. تبقى على شكل ورده كده. بصوا مقفوله من تحت اهي. نعمل واحده تانية. اهم حاجه ما ترققيش الوسطانيه، خليكي على الحروف. بص العجوه كمان، العجوه لما بتبططيها كده تيجي تقفلي بقى عليها بتبقى في القرصه كلها، تبقى متاكده كده اللي هي بقى ايه في القرصه كلها. نقفل عليها حلو نقلبها ونديها بطه نغطي الازازه كده في النص. سهله خالص ما بتاخدش اي وقت. عشان تبقى على شكل ورد كده ويبقى شكلها حلو قوي. طبعا بقى الاولاد ياخدها معاهم كده في المدارس بتبقى حلوه قوي اهي. نقفل عليها كده نقلبها ونعطيها بطه صغيره كده اهي. طبعا ما كلفتناش حاجه، ده ربع عجوه وربع كوبايه زيت. يبقى شكلها حلو قوي وطعمها حلو، وهوريها لكم قد ايه هشه وقد ايه جميله. مش حابه تحطي معلقه السمسم ما تحطهاش، مش حابه تحطي معلقه اللبن البودره ما تحطهاش، بس هي بتدي طعم حلو يعني. احنا عايزين القرصه بتاعتنا تبقى طعمها حلو كده بصوا قد ايه جميله اهي. سيبها بقى ايه نخلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه ديت، وبعدين نرجع بقى مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خلصهم كلهم بنفس الطريقه دي.
كده خلصتهم. بسم الله ما شاء الله. بصوا نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق بيعمل معاكي كميه حلوه قوي اهي. صينيتين هسيبهم بقى ربع ساعه كده او نص ساعه حسب ما يعني يخمروا، وبعد كده نرجع بقى نسويهم مع بعض. اغطيهم بقى حلو، اغطيهم بكيس كده وملايه ولا مفرش نضيف ولا فوطن بتاعه العجين كده بتاع المطبخ نضيفه، وتغطيهم حلو عشان الجو بقى ساقع شويه، فعشان ايه العجينه تطلع معاكي تخمر كده وتبقى حلوه. لو القرصه بتاعتك ما خمرتش مش هتطلع معاكي حلو. هريحهم بقى كده نشوف هيقعدوا نص ساعه ولا ايه، وبعد كده نرجع مع بعض بقى ايه نسويهم مع بعض. مش حبايبي انا مش هدينها البيض، احنا عايزينها ايه تبقى اقتصاديه على قد ما نقدر. فطبعا البيض غالي، فهنا حبه لبن، ربع كوبايه لبن اهي، حطيت عليهم معلقه سكر وهرشهم اهو. هي كده خمرت، قعدت نص ساعه عشان قلت لكم ايه زي ما قلت لكم الجو ايه مش حلو يعني، الجو ساقع. فكده ايه رشيتها بقى ايه، حط بقى كده ايه في النص كده حبه سمسم. ولعت الفرن يسخن على درجه حراره 180، وش الصاج يبقى ايه الشبكه كده اللي في النص. شوفوا شكل الورده بتاعتنا جميله ازاي، حلوه قوي، جربوها. ندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 ونشوفها بقى لما تطلع معانا من الفرن. بس اهم حاجه تسخنوا الفرن حلو الاول. تمام كده. عايزه ادهنها ببيضه، تعملي صفار بيضه، تحطي عليه معلقه خل ومعلقه نسكافيه اللي هو سريع الذوبان، وترش وتدهني بيه وش الفطاير بتاعتك او القرص بتاعتك، بس بالراحه بقى كده عشان ما تطلعيش الخمر بتاعها. يا اما تحطي معلقتين لبن، ربع كوبايه لبن كده وعليهم معلقه سكر وترش بيهم القرص بتاعتك، بتطلع حلوه قوي الطريقه دي. ندخلها بقى الفرن ونرجع مع بعض تاني. بصوا كده اول صينيه طلعت، بصوا تحفه، هي لسه سخنه اهي. بصوا قد ايه طريه. تبرد بقى، نسيبها كده لما تبرد ونسوي الصينيه التانيه. انت شلت طلعت ديت ودخلت التانيه. بصوا قد ايه حلوه. اللبن لما بتروحي تعملي كوبايه معلقه سكر على ربع كوبايه لبن وترش عليها الفطاير، بتطلع معاكي حلوه قوي كده ومش محتاجه. بصوا احلى ما بتدهنها بيض كمان. بصوا شعراء، بصوا تحفه. بصوا مستويه وهشه وجميله. اهم حاجه تدخلها على فرن يكون سخن. سيبها بقى كده تهدى كده وتبرد شويه على ما نخلص تسويه الصينيه التانيه. بصوا بقى الايه القص بتاعتنا التحفه خلصت. بصوا جمالها، بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. بصوا طريه كده، بصوا تحفه. جربوها حلوه قوي. وبتلات 4 معالق زيت، يعني نص كيلو دقيق بياخد ربع كوبايه زيت اهي. حابه تحطي معلقه السمنه البلدي او سمنه عادي حطي، مش حابه حطي ربع كوبايه زيت بس على نص دقيق. حلوه قوي. وبصوا بسم الله ما شاء الله عاملين كميه حلوه تكفي الاولاد يومين 3 في المدارس. هقولك تحتفظيها ازاي. اول ما تبرد كده تبقى بصي يا دوب خلاص هتبرد، يعني دافيه حاجه بس خالص خالص، تقومي حاطه بقى الكميه اللي انت عايزاها 3 4 في الكيس، وتقومي رابطاهم وشايلهم في الفريزر. ما تسيبهاش على الرخامه لما تبات او ما تبرد خالص خالص وبعدين تحطي شيلها في الفريزر، كده هتبتول معاكي ومش هتبقى حلو. ماشي، لازم انت تدخليها الفريزر بعد ما بتبرد بحاجه بسيطه يا دوب تبقى دافيه. بصي تمسكيها كده تلاقيها فيها دفيان حاجه بسيطه خالص، تحطي بقى في الاكياس وتشيلها في الفريزر. طلعاها معاكي تطلع اكنك لسه خبزاها لوقتها ومطلعاها من الفرن، ودرجه الحراره 180. ولعت لها الشوايه دقيقتين 3 كده، يعني خدت اول ما خدت اللون من تحت من هنا كده حلو، قمت مولعه لها الشوايه دقيقتين 2 كده، قامت واخده اللون بقى الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى مش قادره اقول لكم، انا عايزه اوريكم قلبها. بصوا قلبها سفنج كده، سفنج. بصوا طريه قوي، حلوه قوي. تحفه جميله قوي. وبدل ما الاولاد يزهقوا من الجبنه كل يوم جبنه، يبقى يوم ويوم كده، يوم جبنه، يوم قرص بالعجوه، يوم قرص ساده، يوم قرص كده، يعني شكل لهم. مش لازم كله سندوتشات عيش فينو وجبنه ولا حلاوه ولا مربى، العيال بتزهق.
جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. مع مطبخ مشيرة بشهيرة. اللي مشتركش في قناه شرفنا ونورنا واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، بحبكم كتير كتير. متنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.